في وسط الجمل والأمثال الشعبية اللي ضربت مسلسلات رمضان السنة دي، وإن كان حبيبك عسل سد واستريح. إلا إن في حاجات مهمة اتعملت غلط، وبالأخص صورة إن في ناس بيعبدوا الأرض اللي الزعيم بتاعهم بيمشي عليها. وهفهمك إزاي. ناس كتير في التاريخ لعبت اللعبة دي بذكاء، زي حسن الصباح اللي عمل فرقة الحشاشين، ومورتن جو اللي كان عنده الور بويز اللي كانوا بيشربوا نطرات الفضة، واللي هنعرف ده هري سينمائي ولا حقيقة والإسقاط منه إيه. والفايكنج اللي كانوا بيموتوا عشان يدخلوا الفلاهالا، والساموراي اللي كان عندهم البوشيدو، وحتى الكاميكازي اللي كانت حياتهم بتسوى كيس لب قدام عقيدتهم المتوارثة. إنما أنت تجيب واحد غني الكل بيسمع كلامه وبيتحكم في جوازاتهم ومالهم، وحماه وأخو مراته نفسهم يموتوا مكانه، فده مش منطقي نهائي، لأن الناس ما بتوصلش للمرحلة دي من الخوف والترهيب. اللي بيوصلهم بس للمرحلة دي هي العقيدة. بس على اللي أنا شفته بقى هو ما كانش فيه غير عقيدة المخرج اللي هي بإذن الله نلم فلوس المسلسل. فتعالى بقى عشان نعرف تأثير الرمز وبناء العقيدة في خلق الزعامة. ايه في ايه؟ ترفيهي قاعده ترفيهي. وفي برمجة المخ البشري اللي مجرد ما تسطب عليه العقيدة ما بيقبلش تسطيب لأي ويندوز تاني. فاعمل بقى الاشتراك عشان القناة متعوب عليها بصراحة، ولايك عشان نعرف ازاي الواحد ممكن يبقى زعيم يخلي جيشه يموت عشانه وهو بيشرب شاي، أو تكتب كومنت تقيمني فيه، واعمل أي حاجة منهم لوجه الله يا أخي ما تكسلش. العبد لله سلطان السلطان، العبد لله سلطان السلطان، العبد لله سلطان السلطان، العبد لله سلطان السلطان. السلطان 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 السلطان. تخيل جيش كامل عايش وبيموت عشانك، بيهتف باسمك كأنك إله، ومستعد يضحي بحياته عشانك، واللي يتأخر ثانية يبقى خايف. فعشان تعمل انت الجيش ده لازم تتوفر فيك صفات وفيهم مقومات. فانت لازم تبقى شخصية كاريزمية، والناس تحس انك مش مجرد بني آدم عادي. ودول ما بيتحققوش غير عن طريق اولا ترسم شخصيتك المرعبة، الهيبة اللي بتيجي من عنصر الابهار. زي الصباح كان عبقري في التلاعب بالناس، وكان بيستغل حاجات زي المعرفة والدين عشان يسيطر على الناس. تخيل واحد يشفي شخص أو يهدي الموت والناس تشوفه بعدها إنه قريب من الإله. وتاني حاجة هي الكلام بأسلوب مقدس. وده بيتمثل في قلة الكلام والنبرة القوية اللي ما بتقولش غير الكلام الغامض. صاحب مفتاح الجنة. وتالت حاجة هي الربط بحاجة ألوهية، زي مورتن جو المتحكم في المية والبنزين في فيلم ماد ماكس، اللي هم كانوا الرمز للبقاء في الفيلم. فبالتالي هو صور نفسه إنه بوابة للحياة أو الموت، ومع ذلك جنوده كانوا بيشربوا نطرات الفضة اللي هي أصلا مميتة لو اتشربت بكميات كبيرة، وتصور ده في الفيلم تحت مسمى الولاء. فده كان إسقاط قوي على عقلية الأتباع اللي اتسممت بسبب ولائهم للزعيم وعقيدته من غير ما يحسوا إنهم بيموتوا هباءً. أو حسن الصباح اللي المفروض كان معاه مفتاح الجنة، أصله مفتاح كمبيوتر مشفر. أو الفايكنج اللي كانوا بيفضلوا الموت في المعارك بالتحديد عشان إيمانهم بالفلاهالا، ودي عبارة عن الجنة الموعودة لمحاربين الفايكنج اللي هيعيشوا فيها مع أودين كبير الآلهة. ابو لهب سيد سادات قريش وكبير الكفار، في ولائم دائمة لا تنتهي، ويتدربون يوميا على القتال استعدادا لراغناروك، ودي المعركة النهائية بين الآلهة والعمالقة اللي هتؤدي لنهاية العالم وتشكيله من جديد. أو المجتمع الياباني اللي اتشهر بالساموراي والكاميكازي اللي تأسست حياتهم على عقيدة البوشيدو اللي معناها طريق المحارب، وهي الولاء التام للسيد وعدم الخوف من الموت، ولو انهزم ينتحر بالسوبيكو أفضل من إنه يعيش بعار الهزيمة. ودي كانت صعبة إن المحارب يوصل لها، لأنهم كانوا متميزين بمهارة غير طبيعية في القتال واستخدام السيف. إنما الكاميكازي بقى ده جيش انتحاري في الحرب العالمية الثانية اللي استغلوا عقيدة الساموراي أجدادهم وركبوا طياراتهم وهجموا على السفن الأمريكية كأنهم صواريخ، وده عشان يموتوا بشرف في خدمة الإمبراطور. طيب يا سيدي شكرا. إيه بقى المقومات اللي بيدور عليها القادة دول عشان يصنعوا أسطورة الجيش ده؟ أولاً شباب صغير عقولهم لسه قابلة للتشكيل والتعليم في الصغر زي النقش على الحجر، شوف بسيطة إزاي. ثانياً بيخلق لهم عدو يكرهوه ويحاربوه من غير تفكير زي الصباح وجيش الدولة.
ثالثا خليهم يحسوا انهم مميزين، انهم عايشين VIP على الارض زي الصباح اللي ما بيدخلش الجنة غير اتباعه. وعلى الرغم من كل دول فدول مش كفاية، لأن لازم يكون في رمز يربط ما بينهم وبين القوة، رمز يحسسهم إنهم الصفوة وإنهم المختارين من سيدهم، زي قلعة ألموت اللي كانت رمز للدعوة في عهد الصباح، وبالتالي وبأسلوب غير مباشر قدر إنه يربط بين المساس بالقلعة والدعوة كأنهم حاجة واحدة. ولو اتمكنت من أصعب جزء وبنيته وهي العقيدة، فهم لسه مش مستعدين، لأن العقيدة بتحتاج القوي اللي يحميها. فعشان كده مطلوب بناء قدرات قتالية للجيش تديله الثقة بأنه جزار حروب المستقبل. أهلا بالأحباب. وده مش بيجي من فراغ، ده بيجي من التدريبات القاسية والتعرض للألم كاختبار للولاء في سبيل العقيدة. وبرضه قدرات الأسلحة الموجودة عندك جزء مهم، لأن ببساطة لو هي متطورة أو وحشية فهتتحكم في معنويات العدو، وده اللي بيشرح دلوقتي نظرية استعراض الجيوش لقوتها العسكرية وتطورات الأسلحة وأحيانا ترسانتها النووية. مين مجنون يحارب دولة نووية؟ والأخطر بقى من كل اللي فات هي إنشاء جملة حماسية يرددها الأتباع. أنت متخيل بعد كل ده تأثير الجملة هو اللي تصنف الأخطر، لأنها بتبقى جملة ما تخلوش ينسى الرمز. وعشان تفهم بقى الجملة دي فهي جملة بتلعب على الغرور، زي اقول لك ايه يا جدع انت ما تعرفش انا ابن مين في البلد ولا ايه؟ ليه امك ما قالتلكش؟ وبعد ما بيعمل كل ده هو اللي بيدور على الحرب وبيروح لها برجله، وده لأجل سبب واحد وهو البحث عن الانتصار، لأن هو اللي بيحدد ميعاد الحرب والمتحكم الأول في ساعة الصفر، فبالتالي النصر مضمون. وهنا النصر بيبقى مجرد أداة بيشاور بيها على اسمه ومكانته عن بقية أتباعه. وكل ده حصل في الحقيقة واستدلنا عليه برضه بجزء صغير، وهي شخصية مورتن جو في فيلم ماد ماكس. فبالتالي الواقع كان فيه القصص الأقوى والأذكى، كان فيه شخصيات في عصور مظلمة اتمكنت من بناء ساحات للفزهة، وده أبسط مثال على العلم النفسي ومحوره الواسعة، وهو بشوية حاجات بسيطة وتافهة أثرت في شخصيات أتباعهم اللي حموا بعد كده هم الرمز من غير ما يفكروا. فانت بقى لو عندك القدر الكافي من الذكاء والكاريزما اللي يخلوك تبقى مكان شخصية من اللي فاتوا او تخلق جيش او فرقة عسكرية مرعبة، فالاحتمال 50-50، وهو انك يا تبقى زعيم وساعتها شابوه وانت وصلت يا برنس، يا هيتقبض عليك وتدعي عليا. انما لو تسألني بقى انا عن رأيي، انت احسن لك تعمل الاشتراك واللايك والكومنت وتنسى كل اللي انا قلته عشان تحافظ لي على ريتش القناة.